قد شخله كلنا جمغ ميضانه خبني سن بدم زي خاخله قولك بشلا اكيد تودي يوميله ميزلت نارا ششلا بخالد بنون انا كشيره نومتي كلك بشلا اكيد تودي يوميله ميزلت نارا ششلا بخالد بنون انا كشيره عقلي وخانق مايه خد شيما شورايه مرم خلات نراما. بالنسبة لفرقة يرثوثا اللي بتعني الإرث تشكلت عام 2015. طبعا كان الهدف من تأسيسها هو إحياء التراث اللامادي للشعب السرياني الآشوري الكلداني والحفاظ على هويتنا الثقافية السريانية. طبعا بتتكون هاي الفرقة من عدد كبير من الأعضاء هن دائما عم يتغيروا لأنه على مدار السنة نحن فاتحين باب الانتساب. تهدف هاي الفرقة إلى إحياء الفلكلور السرياني من الرقص والغناء والموسيقى الشعبية الأصيلة، نقل التراث إلى الأجيال الجديدة بطريقة معاصرة بحيث بتشجع الشباب على التمسك والاعتزاز بهويتهم، المشاركة بالمهرجانات الثقافية والفنية بالإضافة إلى مكونات أخرى فبتعزز السلم الأهلي الموجود بالمنطقة، تعزيز روح الانتماء والوحدة الثقافية بين أبناء الشعب السرياني في الوطن والمهجر، توثيق الرقصات والدبكات والأزياء والموسيقى التراثية القديمة الخاصة بأجدادنا اللي عاشوا على هي الأرض منذ 7000 سنة وبدل على جذورنا وأصالتنا. منذ تأسيسها شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات، كل سنة عم تشارك فرقة يرثوثا بعيد الأكيتو يلي عم بيصادف ب1 نيسان، بالإضافة إلى مهرجان المردوثو يلي بيعني الثقافة. طبعا عم بيكون في عنا خلال السنة مشاركات مع باقي المكونات الموجودة بشمال شرق سوريا، من خلال مشاركتنا عم نعزز المحبة والتآخي مع باقي الفرق والمكونات، مثل مهرجان إخوة الشعوب، مهرجان المرأة، مهرجان الطفل، لأنه عنا فرقة يرثوثا هي بتتكون من فرقة يرثوثا للكبار وفرقة يرثوثا للصغار. طبعا كان في عنا مشاركات بعدة فيديوهات كليب، منها ألحان منسية يلي كانت بالإضافة لمكونات تانيين هن عم بيمثلوا الثقافة الغنية الموجودة بشمال شرق سوريا. كان في عنا مشاركة بفيديو كليب مع الفنان ميلاد عبدال بأغنية رحموثة. طبعا نحن خلال السنة عم نحاول نشارك بجميع الفعاليات والمهرجانات اللي عم تكون بالمنطقة سواء كانت قومية أو دينية. بالنسبة للصعوبات اللي عم نعاني فيها من خلال التدريبات هو نقص اللوجستيك، بالإضافة إلى نقص المنظمات المهتمة بهذا المجال الثقافي. بالنسبة للمشكلات اللي عم نعاني منها هي نقص التمويل والاهتمام المنظمات بالمجال الثقافي. بالنسبة للتدريبات نحن عم تكون بالوقت المناسب للشباب والأطفال، بالخصوص الشباب لأنه أغلبهم هن عاملين عم تكون مسائية، أما بالنسبة للأطفال فهي عم تكون في أوقات عطلهم أو بعد المدرسة. طبعا أيام التدريب تقريبا عم تكون شبه يومية، وأيام المهرجانات أو المشاركة بفعاليات أخرى عم تكون التدريبات مكثفة. بالنسبة للرؤية المستقبلية لفرقة يرثوثا نتمنى أنها هي تكون منبر ثقافي وفني بتعيد الفلكلور السرياني لمكانته الطبيعية في المشهد الثقافي سواء كان على الصعيد المحلي أو العالمي. تسعى دائما فرقة يرثوثا إلى توسيع نشاطاتها من خلال تدريب جيل جديد قادر على حماية هذا التراث من الاندثار. طبعا فرقة يرثوثا دائما عم تعمل على تدريب جيل جديد من الشباب على الرقصات الفلكلورية، عم تساعد هذا الجزء من التراث وتحميه من الاندثار. طبعا نحن من خلال فرقة يرثوثا بنطمح على المجال الاجتماعي انه نعزز مبادئ المحبة والتماسك والتآخي مع باقي المكونات. طبعا هي الدبكات الفلكلورية هي ما عم تعني فقط رقصات او ايماءات، هي عم بتوصل تراث اجدادنا يلي نحن بنعتز وبنفتخر فيه. الحفاظ على التراث معناته الحفاظ على الهوية، والشخص يلي بيكون بلا هوية بيكون بلا وجود.